بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الجزء الأولاني عن تسلسل أهل عهد القرون الأولى الذين مكن لهم الله في الأرض ومكن لهم دينهم، وكانوا أمناء آمنين في هذا الدين، كما وعدنا أن يستخلفنا مثلهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الثلاث أمور هي التي عاش بها أصحاب القرون الأولى، لذلك أحبهم الله وقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم هم الذين سأل عنهم فرعون قال فما بال القرون الأولى. فهؤلاء كانوا أول أهل الأرض، وكانوا أول وأحسن أهل الأرض أساسا ورئيا ودينا وعبادة ومحبة لله، إلى أن مات آدم وبدأ نزغ الشيطان بين بني آدم وفتنهم كما أخرج أبويهم من الجنة. فاتحدثنا عن شعوب ما قبل الطوفان بعد ظهور الفتنة، وتحدثنا عن ان ربنا ما ذكر لناش فيهم اي شخصية الا صفات بعض اصحاب نوح، كانوا يعبدون ودا وسواعا ويعوس ويغوث ويعوق ويغوث ونسرا. لذلك بقيت لهم آثار هذه المعبودات بقية في الأرض إلى اليوم، في أرام وإرم وأراضيها، إلى أن أنجى الله تبارك وتعالى يونس عليه السلام في العراء على شواطئ مصر، وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فما به، فكشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعهم إلى حين. فكان يونس أول الذين أرسلوا نبيا رسولا ملكا يرشد ويعلم أهل الأرض الذين خرجوا من أخذ عزيز مقتدر. فكانت الأرض قد دمرت ودمرت الحضارات وطمست المعالم بجبال من الطمي والتراب، إلى أن بدأنا في عصورنا نستكشف القرى التي مدفونة تحت الأرض بحضاراتها وتحت البحار بطرقها وقصورها. فهكذا على بقعة الأرض كلها حضارات ما قبل الطوفان. ثم ما بعد الطوفان أصبحت الشعوب بلا حضارة، كان عندهم إمكانيات قوية، كان عندهم حضارات فائقة، تكنولوجيات يعني أقوى من تكنولوجياتنا اليوم. فتصور اليوم مجرد ما يعطل النت هتلاقي إن أمورك كلها وقفت. كنت متعود على كل حاجة بالكهرباء، العربية بتوصلك بالكهرباء، البيت بالكهرباء، الغسالة بالفول أوتوماتيك، الحياة كلها هتقف. في ناس كتير شغلها النهاردة على النت هيقف، التجارات والنقل هتقف، العربيات هتطمس. إن كان ذلك كذلك وصعدت فوق الأرض أنجاك الله، فعندها تكون الحياة بدائية، ولكن تكون صعبة جدا، لأنك انت طالع ما تعودتش على الحياة دي، متعود على الرفاهية فلذلك كان صعبا عليهم هذا الحياة إلى أن تأقلموا. أعطى الله تبارك وتعالى علمه ليونس عليه السلام، ثم حضر يونس عليه السلام شعب مصر وأعاد بناء مصر وأعاد السكينة والأمان في أهل مصر، إلى أن مات وتوفاه الله، وصارع على ميراث حكمه
ولداه كانوا 6 ريس وأود ريس الذين هم في حضارة المصريين أوزوريس وست. فتصارعا على الحكم، فاتفق على أن يقربا قربانا، فتقبل قربان الله تبارك وتعالى من أودوريس الذي قرب ثورا أملح، ولم يتقبل من 6 ريس الذي قرب قربانا عبارة عن حمار موصوف في الرسم أمام محكمة العدل للاتنين. فالمسألة إن احنا نقرأ بس اللي مكتوب على الجدران، لأن دي لغة هيروغليفية. هم سموها هيروغليفية لأن عندهم الهيرو ده يعني الله، وغليف يعني لغة، يعني لغة إلهية، فسموها هيروغليفية لأنهم يعلمون أنها لغة ربانية، وهذا الاسم أطلقه الرومان، ولكنها كانت اسمها اللغة المقدسة عند المصريين. فيها ألواح موسى، وفيها صحف إبراهيم وصحف نوح، وفيها كذلك متون يونس عليه السلام وإدريس عليه السلام، ومتون مزامير داود، وفيها من الكتب المكتوبة على الجدران محفورة ليشهد عليها الزمان الكثير، ولكننا تعلمناها من مستشرقين خانونا وخدعونا، وأولوا لنا معاني هذه اللغة إلى معاني وثنية وإلى أمور شركية، وسرقوا هم العلوم التي فيها وحرمونا منها إلى أن تطورت بلادهم، فعادوا علينا بوبال هذه العلوم ما أنتجوا من ديناميت ومن مفجرات لينسفوا لنا بيوتنا وأهلي حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فبعد اليوم لا نعفو ولا نصفح إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هنا كان إن احنا عايزين نعرف مين بني إسرائيل، لأن هم بيكذبوا علينا بيقولوا إسرائيل يعقوب، ليس لهم صلة بيعقوب. إسرائيل ثابت أساسا بني إسرائيل في كل كتب الحضارات. لو رحت قريت في حضارة الهند، قريت في حضارة الحمير، قريت في الحضارات القريبة التي كانت في العصور المتأخرة ما بعد نوح، لو رحت قريت في الحضارات دي هتلاقي وجود يهود وبني إسرائيل من عهد هود. هتلاقي في عهد هود وجود يهود وجود بني إسرائيل. هتلاقي في القرآن في سورة الإسراء إن ربنا وصفهم قال ذرية من حملنا مع نوح، أي أنهم من زمان نوح كانوا حملوا في ظهر رجل هو سيكون أبوهم، ويكون بني إسرائيل ذرية أحد من حمل مع نوح، أو أبوه حمل مع نوح، أو جده حمل مع نوح، فحمل مع نوح في ظهر أبيه، أو حمل حيا كطفل، ذرية من حملنا مع نوح. فكانوا هؤلاء هم ابني آدم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. وفي مشهد آخر قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. إن هم لو ما قربوا القربان ده بان تأكله النار، هم ما بيأمنوش غير لما زي ما أبوهم آمن حط القربان، وضعوا القربان فتقبل من أوزير وأكل، أكلت النار قربانه، ولم يتقبل من الآخر حتى عفته الطيور ذلك القربان الذي قدمه ست. فلذلك تلاقي عندهم عقيدة القربان دي عقيدة راسخة أثبتها الكتاب نفسه القرآن الكريم. فلأن هي برضو عقيدة أبوهم ست ريس. ونتكلم بعد كده إن هو يسمى بعد كده إسرائيل. هم سموه إسرائيل لأن هو بعد كده قالوا إن هو يعني صارع الرب، فقال لا تسمى بعد ذلك ست ولكن تسمى إسرائيل.
أو لا تسمى بعد ذلك يعقوب. افتراء، كل ما قيل عن سيدنا يعقوب افتراء. لم يكونوا أولاد يعقوب ولم يكونوا من نسل إبراهيم أصلا. حتى علم الجينات الوراثي يثبت أنهم ليسوا من نسلنا، وليسوا من نسل العرب، ليسوا من نسل إبراهيم عليه السلام، ليسوا من نسل نوح عليه السلام، ليسوا من نسل الشجرة المباركة، ولكنهم من نسل ست ريس. فلذلك بيجي بعد كده تلاقي لما تروح تقرأ تاريخ أوزير ودوريس تلاقي نفس اللي اتقال عليه في كتاب ربنا، هو اللي ربنا كلفه ان هو يكمل حضارة مصر. فلما ظهرت مصر وأينعت وأصبحت علما في الأمم، كلفه الله تبارك وتعالى برحلات ثلاثة لتحضير بقية الأمم، لأن الأرض كان عليها برضو شعوب، ولكن الطوفان خلفهم بلا علم ولا حضارة. فلذلك ربنا يقول لك لم جاء على قوم لم نجعل تطلع عليهم الشمس لم نجعل لهم من دونها سترة. لا عندهم بيوت ولا عندهم هدوم ولا عندهم زروع ولا عندهم حاجة. ثم يروح على أرض تاني يلاقي إن الأرض تحولت إلى بحيرة من الماء الحامئ والعفن. ثم يروح على أرض تالتة بين السدين يلاقي قوم لا يكادون يفقهون قولا، مش عارفين يعملوا حاجة. فلذلك في تلاقي إن آثار حضارة الأهرام موجودة في كذا منطقة على الأرض. دي آثار رحلات أوزير عليه السلام، وكان يولي في رحلاته أخيه نائبا عنه. فلما عاد في أحد الرحلات مكر له هذا الإسرائيل ستريس، وقصة الطوفان اللي احنا نعرفوها، ودفنوا في التابوت وألقى به في النهر. فلما ذهب قال أن إدريس أو أوزير قتل ومات وطالب بالعرش. رفضت زوجته ذلك، واكتشفت أنها تحمل منه ولدا، وطالبت بالعرش. قال المجمع الحاكم الاستشاري في مصر لابد من إحضار جثة أو جثمان الميت حتى نقر أنه ميت، قد يكون في رحلة من رحلاته. فرفضوا تنصيب ست على حكم مصر لأنهم لم يجدوا دليلا على أنه مات. هنا جلس ست نادما قال فأرسل الله تبارك وتعالى غرابا أمامه يدفن أخاه، فتذكر وندم على أنه لم يدفنه، ليس ندما على أنه قتله، لا، ندما على أنه لم يستطيع إثبات موته. فبعد كده بيجي حور ابن أوزير وأمه بيطالب بالعرش، وبتحصل المعركة الشهيرة ما بين أوزير، ما بين حور وما بين ست. وبعدها بيحكموا على ست ده انه ينفى من مصر هو وذريته كلها واهله جميعا الى ارض صحراء مصر الشرقية. فين بقى كانت ارض صحراء مصر الشرقية دي؟ اعتبارا من كان كل الاراضي اراضي مصر، ما كانش في حاجة اسمها سعودية ويمن لا، ما كانش فيه الكلام ده. كانت بتبقى نظام امبراطوريات تحكم العالم، وكان في هذا الزمان الامبراطورية المصرية بتحكم العالم كله. فكان الى الصحراء الشرقية اللي احنا بنقولوها النهاردة ارض اليمن، وارض ما وراء اليمن، ارض ستان، الارض الجبال، ارض ازارستان، جبال اليمن وجبال اسيا، منطقة جبال اسيا. فالمنطقة دي هي المنطقة اللي وجد فيها
أول انعزال وعزل لبني إسرائيل الذين طردهم حورس مصر، حور مصر ابن أودير ابن يونيس من مصر. فعاشوا في طوال الزمان الآتي بقى بعد كده، هنيجي على زمن الرسالات والرسل. بعث الله فيهم في أرضهم، مكان اللي احنا وصفناه ده في جبال آسيا، منطقة الهند ومنطقة بعث الله لهم هود، وبعث كذلك في أرض العراق صالح فيما بعد زمان هود، ثم بعث في أرض اليمن سيدنا صالح، ثم بعث في أرض الشام شعيب، ثم بعث في أرض العراق بعدها سيدنا صالح. كل هذه شعوب بني إسرائيل أصلا برضو، يعني كل الشعوب دي كانوا بني إسرائيل فيما بعد الطوفان، وكلهم أبادهم الله تبارك وتعالى. أرض عاد معروفة، هود معروفة، أرض هود، ثم سمي بعد ذلك أرض الهنود، أرض كذلك الآثار موجودة، إرم، أرض آرام، إرم ذات العماد، لا زالت آثارهم موجودة، ولكن السردية والأصابع والأغطية الماسونية تغطي على كل الحقيقة في الأرض، ولا تظهر إلا السردية المكذوبة. فلذلك يأتي بعدها زمان إبراهيم عليه السلام في أرض أزر، ولم يكن إبراهيم عليه السلام في أرض العراق، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لأن آزر من أرض آزارستان، الأراضي الآزارية. فكان سيدنا إبراهيم أبوه من الحنفاء فيها، ولم يكن آزر والده، لكن سيدنا إبراهيم كان آزر عمه، وفي اللغة العربية ولغة القرآن يقال للعم أب. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذا قول يوسف عليه السلام، فسمى أعمامه آباء. فلذلك القرآن الكريم بيقص علينا أن سيدنا إبراهيم بعد كده قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، كان له زوجة منهم اسمها سارة. ثم يهاجر إبراهيم عليه السلام فيأتي إلى مصر، فيتزوج من العظيمة المصرية هاجر، وينجب منها إسماعيل في أرض مصر، في أرض إسماعيل في صعيد مصر، ما بين في نعتبر في حدود الأقصر وسوهاج، ما بين الأقصر وسوهاج، جهة المنيا والأقصر وسوهاج ومحافظة أسوان. ده كان مركز الدنيا من لدن سيدنا إبراهيم، ولم يكن في الصحراء كما يزعم لنا. ففي هذه الأرض أنجب إسماعيل عليه السلام، هي أرض إسماعيل. ثم في هذه الأرض رفع قواعد البيت الذي كان مبني من قبله، بين له الله تبارك وتعالى مكان البيت القديم. وإذ بوأنا لإبراهيم مقام البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، لأن البيت ده كان أول بيت وضع للناس في الأرض، ثم أعاده إبراهيم عليه السلام في شكله المعماري الحالي، ظهرت قواعده وأعاد إبراهيم وإسماعيل بناءه. لذلك يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا
وتب علينا، أرنا مناسكنا، ورينا المناسك بتاعنا نعملها ازاي، عرفنا كيف نتعبد إليك بمناسكك التوقيفية التي أردت يا رب العالمين. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بيجي من بعد عصر سيدنا إبراهيم عليه السلام، بتكون ستنا سارة بتسكن في أرض الشام، وستنا هاجر في أرض مصر، إسماعيل في أرض مصر، وإسحاق في أرض الشام. كانوا أنبياء، لم يكونوا هم بني آباء أو أجداد إسرائيل. وإسحاق كان نبيا، ثم يعقوب بعد منه كان نبيا موجود. هي دي أسرة إبراهيم عليه السلام. إسحاق أعقب يعقوب، ثم جاء يعقوب ببنيه إلى مصر، وعاشوا في مصر، لم يكونوا هم بني إسرائيل. عاش بني يعقوب وأسرة إسماعيل، اكتملت أسرة إبراهيم ونسل إبراهيم كله في أرض مصر. مسألة الهكسوس دول اللي جم، هم كانوا سيدنا يعقوب ساكن في أرض الشام وأرض القحط والجفاف. لما صرح لهم أن يأتوا مصر قال لهم سيدنا يوسف: وأتوني بأهليكم أجمعين، هاتوا الناس اللي عايشة معاكم وأهليتكم. طبعا دول كانوا متجوزين من حوالين منهم، فكل واحد هيجي بأنسابه ونسايبه اللي هم بني إسرائيل، وهيكونوا نواة لتسرسب بني إسرائيل في مصر في موجة من موجات اللجوء من الجفاف ومن الجوع ومن العطش، حتى يصيروا عددا كبيرا يتمكنوا من جزء من أرض مصر في هليوبلس، اللي هي أرض في الزقازيق كده ناحية الشرقية. فبيتمركزوا في هذه الأرض وبيكونوا عصابات، بيسيطروا على التجارات، بيسيطروا على حاجات كتير. هم شطار بصراحة في التجارة، وبيعرفوا يشيلوا كل خصومهم أو منافسينهم بكل الطرق، حتى بالدم والقتل والسرقة والمكر. فلذلك محدش بقى في قصادهم. مش شطار ان هم يعني عبقرة أبدا، مسألة شطار بمعنى كلمة الشطار الحواة عند المصريين. ففيما بعد بيجي زمن سيدنا موسى، بعد زمن سيدنا يوسف. ما بين سيدنا يوسف وسيدنا موسى زمن كبير جدا، يعني نقوله مئات السنين، مش هنقوله آلاف، أكتر من 600 أو 700 سنة على أقل تقدير موجود. وفي تقديرات بتقدر الزمن ما بين يوسف وبين موسى ب1300 و1400 سنة. ثم يبعث الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام في بني إسرائيل. هنقف لحد هنا. ده تسلسل حضارات. هيجي بعد منه زمن الأنبياء في أرض مصر من بعد موسى، كلهم كانوا وجلهم كانوا في أرض مصر، لم يكونوا في فلسطين ولم يكن أصلا موجود ما يسمى بفلسطين في ذلك اليوم. إلى ذلك اليوم كانت أراضي الشام كلها وجلها صحراء، إلى أن بدأت الحضارات حول أنهارها في شاء الله تبارك وتعالى لها أن تجري، وعادت الزراعة، وعادت الأراضي للاخضرار، وعاد البشر إلى هذه الأراضي، وعادت لها الحضارات. فبنلاقي الحضارة الفينيقية والحضارة البابلية، كل ده بعد زمن سيدنا موسى عليه السلام. إلى هنا نتوقف. في الحلقة القادمة إن شاء الله هنستكمل من زمن سيدنا موسى إلى زمن
سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، برضو نحاول نجري بيها كده بحلقة سريعة. حقيقي جميل ان احنا بنتكلم من غير تحضير. انا حاسس ان احنا قلنا كلام مهم جدا. ارجو من كل الناس تصدق كل كلمة اتقالت، لان كل كلمة وراها مكتبات كتبت وقرأناها، وراها أبحاث، وراها عقول تبحث بفطرة إسلامية، بفهم الدين، بفهم القرآن، وليس كالذي ينعق بما لا يسمع إلا نداء ودعاء. برضو عايز أنوه لنقطة. اخواننا اللي مش بيعملوا اشتراك في القناة وبيعملوا اعجاب، انا مش عايزكم تعجبوا بكلامي، انا ما اعرفش هو عاجبكم ولا مش عاجبكم، لكن دي متطلبات النظام. عشان كل ما انت هتعمل كده هتكون سبب في ان واحد غيرك هيوصلوا الفيديو ده وتوصلوا المعلومة، فيكون برضو ان في خير ما تحرمش نفسك اجر الدعوة. المبلغ له أجر القائل لا ينقص من أجره شيء، فلعلها أجر ساقه الله لك، فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا الأجر. المسألة الثانية إن شاء الله بنحضر لكم كلام كتير عن اولا ما يهمنا. احنا مش طالعين عشان نلم لايكات، ولا يهمنا الفلوس اللي بتيجي من ورا البتاع ده، اصلا مش هندور احنا هم هيدونا فلوس ولا مش هيدونا، ولا عايزين شهرة زي ما الاخوة اللي بيتكلموا يقول لك سهل جدا كل واحد يطلع يتكلم عن المهدي. مسألة مش كده. شهرة ايه وانا حد يعرفني اساسا؟ اظن ان كل الاخوة اللي ما يعرفوش يمكن حتى ان اسمي ابو عبد الله، يعني معظمها مش كده. واحنا مش طلاب شهرة. لو طلاب شهرة هنتصور ونطلع فيديو وهنحط صور وكل شكل قدامنا، ولازم يبقى شكلنا معروف واسمنا معروف. ما بنتكلمش عن نفسنا خالص يا اخي الحبيب. فريح نفسك انت من ما اعرفش. انا عارف ان كنتم اصناف كتير، منكم العملاء ومنكم المجانين ومنكم المختلين، فجزاكم الله خير. ابعدوا عننا لان احنا روحنا قصيره وما بنعرفش نرد على حد. لو ردينا عليكم هنزعل من بعض جامد قوي. فمعلش رجاء من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. احبتي في الله، الامور ان شاء الله في الحلقات الجايه بنجهز ان احنا هنتكلم عن مسائل زرعها الشيطان والدجال في عقولكم كانها حقائق، وهي امور ليست الا سيطره على الوعي الجمعي للبشريه، ووضع اكاذيب تعتقد انها حقائق في رؤوسهم، مثل مساله الجوف ارضيين ومساله الفضائيين وان في خلق تاني والدبه والدواب والامور دي هنتكلم فيها، لان دي مساله قنابل موقوته معمله لكم عشان هم بيحضروا اللي هم بيعلموه لكم ويحطوه في دماغكم. ده حاجات للفتره اللي جايه، لان الفترة اللي جاية هيظهروا لكم فيها بقى اطباق طايرة ومساخيط وغيلان وحاجات هولوجرام وحاجات هارب وحاجات حاجات كتير 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 كان لازم يكون عندكم بيها اعتقاد انها موجودة. فلذلك تلاقي كل مخرف بيطلع بيتكلم بالرماديين والجوف ارضيين وبيتكلم في يأجوج ومأجوج بما ليس له به علم، وبيتكلم بالدبة ويقول لك دواب الأرض والسماء، ويتكلموا كلام يعني يخدعوا به الناس البسطاء. فإحنا حابين إن احنا نوضح ببساطة في الحلقة الجاية إن شاء الله مسألة المخلوقات الفضائية، ولكن هنكمل إن شاء الله حلقة عن زي ما وعدناكم تسلسل الأنبياء فيما بعد إلى زمان سيدنا محمد، ثم نأتي بالحلقات دي، ثم نأتي بحلقات علامات الساعة المنتظرة السنة دي أو السنة الجاية بالكتير، ثم نأتي إلى علامات الساعة دي لازم نتكلم فيها، لأننا الكلام اللي محطوط لنا فيها قنابل موقوتة مش بتاعتنا، عقائد مش مظبوطة. القرآن بيقول كل اللي احنا فاهمينه ده
80% منه يعني خدعة، اتخدعنا في ديننا اللي هو كتاب ربنا. أصلا ليس الدين إلا كتاب الله، واللي هو بالعربي. القرآن عربي والجرنان عربي، بنقرأ الجرنان بالعربي بنفهمه، ونقرأ القرآن بالعربي ونقوله معناه ايه. معلش، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قرآن عربي، قرآن عربي، عربي يا عرب، بالعربي يا عرب. قرآن عربي مبين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدنا فيمن هديت واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا تخزنا يوم الدين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا بتقواك، وأسعدنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم لا تجعلنا في حاجة إلا لك أنت، ولا تحوجنا لمن سواك. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اهدنا واهدي بنا واهدي لنا واهدي إلينا، واجعلنا للمتقين هدى، واجعلنا علما لمن اهتدى يا ربنا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. على القلب والوطن، نخيلا ونيلا وشعرا